انا جاي اكلمك النهارده عن برنامج هيعمل لك مونتاج بطريقه سهله وبسيطه. هديك اللي انت عايزه من البرنامج، انك ازاي تعمل فيديو. فتحت اليوتيوب فكتبت اون شوت، فدخلت لقيت حوارات يعني ساعه ونص ولا نص ساعه مثلا بيشرح لي، واطلع واخش واجي. انا مش عايز ده كله. كل اللي انا عايزك تديني اللي انا عايزه. ازاي؟ انا عايز اعمل فيديو فتديني اللي يعمل لي فيديو. عايز اعمل صوره متحركه فتديني اللي يعمل صوره متحركه. فانا اخد ده لوحده وده لوحده. طب افرض انا عايز اعمل فيديو، ليه اخش على بتاع الصوره المتحركه؟ ليه اقعد ساعه اتفرج على بيحرك لي في صوره؟ هو ده بقى اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده. مثلا هديك الفيديو لوحدي. انا دلوقتي محتوايا ان انا فيديو بعمل فيديو على اليوتيوب. يعني انا مثلا النهارده جاي اديك المعلومه دي، هقول لك ايه: السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده وحلقه هتعجبك قوي. الحلقه النهارده عن الفيديو. اكيد انت شفت وعرفت المقدمه ان انا عمال ادردش مع نفسي دي. برضه هو اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو برنامج اون شوت. بس انا هديك بقى ايه، احنا عايزين نعمل فيديو. انا دلوقتي بعمل محتوى على اليوتيوب. انا على فكره بصور بتليفون اوبو 54. ماشي؟ ايه 54 ايه اوبو 54 دي؟ فانا دلوقتي بعمل مثلا ايه فيديوهات على اليوتيوب وكده، فانا بصور بتليفون، فانا عايز امنتج بتليفون برضه. فانا بقى هديك الحته دي، وازاي مثلا تشيل لو في ضوضاء او اي حاجه مثلا سامعها مثلا حاجه منك كده، تشيلها كده برضه ايه خفيفه كده سنه برضه. وازاي برضه تحط مزيكا للفيديو بتاعك، تاثيرات صوتيه برضه. يعني هديك بقى شويه حاجات حلوين. فانت اكيد لازم تديني اللايك على طول، تشترك في القناه لسه ما شاركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد. ويلا نخش على البرنامج بقى. انزل بالانترو. وطبعا كان متعودين على طول كده نفتح التليفون ونسجل ونخش على برنامج اون شوت. يا باشا انا بقى ايه، كنت بعمل حاجه هنا فهطلع خالص، هو البرنامج يفتح لك كده. عاوز هنا صور، تعدل على صور الكلام ده. عايز تعمل مثلا صور ايه اللي هو بايه 4 5 صور في اطار، نفس النظام هنا. انا اخش على فيديو. دي حاجات انا كنت عاملها قبل كده عادي. يعني انت ممكن مثلا ايه فيديو كبير او حاجه شغال عليها، تشتغل ساعه النهارده، نص ساعه بكره، 10 دقائق النهارده، 10 دقائق بعده، وهكذا. الحياه تمشي معاك يا باشا ايزي. فاحنا هندوس على جديد وهنجيب الفيديو بتاعنا. الفيديو ده انا كنت منزله على اليوتيوب قبل كده، فانا هاجي معاك هنا ايه وهوريك انا هعمل ايه. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، العلامه المائيه دي انا مش عاوزها، فهدوس ايه الغاء كده على اكس، ازاله العلامه المائيه. هيقعد يحمل لي شويه كده. من الافضل مفيش واي فاي او نت متوصل بالتليفون، ما ينفعش يدخل على اعلانات كتيره والحوارات دي. ادوس على علامه اكس، راحت العلامه المائيه. عايز تشيل العلامه المائيه على طول، دي بفلوس يا باشا، واحنا فقراء فيه، كل حاجه عندنا ببلاش هنا. بس دي طبعا ايه، هتدوس على السهم كده يشتغل الفيديو معايا يا باشا. شغال يا باشا 100 100. طبعا احنا هنا بقى ايه، في شريط كتير او كل حاجه. هنا حجم الصوره. طبعا انا هنشر الصوره على ايه، على يوتيوب، على فيسبوك، على انستجرام، على تيك توك، اللي انت عايزه يا باشا. عندك بقى كل ايه، كل الاعدادات بتاعتك. انا مثلا يوتيوب 16 9 ادوس عليها. لو مثلا انا اقول لك على حاجه ثانيه، مثلا تعالى هنا كده، عاوز انشر ايه، انشر مثلا تيك توك اهو، بس هيعمل لي علامه التيك توك. هنا يوتيوب، خلص الحوار يا باشا. خش على ثاني حاجه، هنا المزيكا. لو عايز اختار مزيكا، احط مزيكا على الفيديو بتاعي، ادوس هنا كده علامه المزيكا. انا بقى لو عندي مزيكا على فيديو وعايز مثلا اخد المزيكا بتاعته بس واسيب الصوره مثلا او اي فيديو متحرك والكلام ده، يعني ادوس على هنا بس، وارجع انا بقى ورا تاني. ادوس على هنا دي ايه، استخراج الصوت من الفيديو. ادوس على استخراج الصوت من الفيديو، واروح يا باشا داخل هنا جايب الفيديو بتاعي، اقول له تمام اديني بقى ايه المزيكا اللي على الفيديو. وفوق هنا خالص كده مكتوب مزيكا والمؤثرات. لو هنخش على المؤثرات كده ونسمعها يا باشا، كل اللي انت عايزه هنا موجود. طب اديني صوت باب بعد اذنك، افتح الباب كده. طب خلاص يا باشا كده الباب اتقفل ولا اتفتح ولا ايه، زي ما انت شايف كده. طب عاوز ايه مثلا، اكني بشرب كولا او بشرب برتقانه او اي حاجه عايز احط عليها تاثير مثلا برضو. ايه يا عم الصوت ده طب بقول لك ايه، احنا هنجيب حاجه ساعه ونفتحها، نعمل كده بس كده، كل اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، ما تيجي نكب ميه بقى كده. طب بقول لك ايه، طب ما تيجي نجيب تلج في الكوبايه. طب 100 100 يا باشا، الحياه كلها جميله قوي، البرنامج ده جميل جدا. طب بقول لك ايه، طب ما تيجي نظبط اعدادات الكاميرا كده. طب يلا نصور، كفايه صور. كل اللي انت عايزه هنا بقى ضحك بقى. طب يلا ماشي، كل اللي انت عايزه موجود. صوت طياره وطيارات كتيره بقى، نبض القلب بقى كده عشان نسمع المايك. سامع؟ كل اللي انت عايزه موجود هنا. سقفه. شكرا والله على السقفه. شكرا على اللايك اللي انت لسه عامله دلوقتي على فكره. فزي ما انت شايف كده التاثيرات بقى اللي انت عاوزها هتلاقيها على البرنامج. عيش يا مان، عيش على التاثيرات اللي انت عاوزها كلها. خش هنا على المزيكا، في بقى هنا مزيكا، دوس يا باشا، وكلها فري لليوتيوب. انا جربتها بدل مره 2 و3. فانت خش واختار المزيكا اللي انت عاوزها وتوكل على اليوتيوب على طول، ولا حقوق نشر وطبع ولا اي حاجه بقى. عيش يا برنس. هنسمع مثلا مزيكا. كتير يا باشا. طب انا عايز اضيف المزيكا دي يا محمد مثلا. ايه ضافت يا باشا على صوتك.
طب العب بقى في المزيكا، بوطي المزيكا شويه الكلام ده. تعالى اهو يا باشا، ادي المزيكا اهي، خليها 25 زي ما انا بخليها 25 مثلا. هدوس اوكي بس اهو. ازيك عامل ايه؟ معلومه في اقل من دقيقه، ازاي تضيف سماعه على صور. بس يا باشا. طب تأثيرات الصوت نفس النظام برضو، هتدوس هنا نفس اهو، هتجيب التأثير بتاعك اللي انت مثلا عايز تجيبه 3 2 1 في اول الفيديو مثلا، واروح شايلينه خالص كده وجايبينه في اول الفيديو كده. طب انا عاوزه بقى ينتهي هنا ويخلص هنا اهو، عندك هتقرب كده مثلا بده كده، هيخلص هنا، وهنا نفس النظام هيبدأ هنا. ازيك عامل ايه؟ معلومه في اقل من دقيقه. بس يا باشا 100 100. انا عارف ان انا بقول كلمه بس كتير، بس استحملني عشان هو فعلا بس الموضوع سهل قوي على فكره. طب نيجي هنا بقى الصوت بتاعي اهوت، اروح مثلا ايه، هاجي هنا كده واكرره بقى. هنا بقى الحاجه اللي مش موجوده حلوه في الصوت، الصوت بتاعي موجود برضو على الفيديو 100 100. طب انا بقى مش عاوز ده كليته، انا الاول امسح ايه، امسح ده كده عشان اديك بقى حاجه سهله كده. انا اول حاجه هعملها يا باشا ان انا ابدا اقطع الفيديو ده، اقطعه معايا بقى موجود على لابتوب او برنامج ادوبي بريمير. لا يا باشا، كل حاجه موجوده هنا اهوت. انا اقرب افتح دي كده عشان تبقى بالثواني زي ما انت شايف كده، واروح مشغل الفيديو بتاعي. ازيك عامل ايه؟ تعالى بقى عند ازيك عامل ايه دي، وتعالى كده هنا كده، اقف هنا كده بالظبط، وجاي على ايه بقى كلمه هنا بالظبط، هدوس على ايه، تقسيم. بصراحه علامه المقص دي انا بتعب معاها، فانا بقول لك فكك منها. تدوس على تقسيم، تروح تدوس على تقسيم، اقسم لك الفيديو ده، الفيديو كده اللي انا مش عايزه دي بس يا مان اهو. ازيك عامل ايه؟ معلومه في اقل من دقيقه، ازاي تضيف سماعه على صورك. طب انا خلصت هنا كده بالظبط اهو. ماشي، هعمل ايه؟ اكيد يعني انت عرفت هتعمل ايه برضه اهي بس، وهشغل الفيديو لحد ما تيجي تتكلم تاني. وانا بقلب كتير قوي. نرجع تاني هنا، وانا وانا بقلب. تعالى يا عم اهو بس تقسيم، وده الفيديو اللي احنا مش عاوزينه، ديليت يا باشا اهو. ازيك عامل ايه؟ معلومه في اقل من دقيقه، ازاي تضيف سماعه على صورك. وانا بقلب كتير قوي. انا الاولى دي مش عاوزها كمان، انا عايز ابدا من اول ايه، هبدا من هنا. وانا بقلب كتير قوي لقيت عند صور. وانا بقلب لقيت كتير عند صور. بس عند صور كده، واروح قاسم. ماشي يا باشا. وانا بقلب كتير قوي لقيت عند صور بس. وانا بقلب كتير. وانا بقلب. طبعا يا باشا انا لسه ديليت يا باشا كده اهو. وانا بقلب كتير قوي لقيت عند صور والسحابه كلها ساده، فقلت اعمل ايه؟ لازم ادور على برنامج ازاي اضيف سحابه في اقل من دقيقه. تعالى اقول لك بقى دي بقى تروح ايه تقسيم، ما انت عارف اهو يا عم المال في ايه. طب في حاجه هنا تانية بقى، انا دلوقتي عاوز ايه، اضيف صوره مثلا صغيره هنا كده تظهر جنب مني اسم البرنامج مثلا او الكلام ده كله. اعمل ايه، اجي هنا يا باشا على كلمه ايه، ستيكر يا باشا هنا كده، ادوس عليها واختار بقى. هنا هدور اللي انا عايزه، مثلا ايه، علامه ساعه او مثلا كاميرا مثلا زي كده، وهجيبها يا باشا احطه في المكان اللي انا عايزه. وهنا مثلا اصغر اكبر اللي انت عايزه يا باشا، شمال يمين انت عايزه، وتحطها هنا. طب انا عندي مثلا ايه اسم البرنامج مثلا انا ايه عايز اعمله كده، فانا ادوس على كلمه الصوره عندي كده، واخش مثلا اي برنامج مثلا من دول. فانا لو بتكلم مثلا على برنامج ليتوم مثلا، هدوس عليه وادي مصغر البرنامج ليتوم، احطه في المكان اللي انا عايزه يا باشا. تيجي بقى هنا كده بقى، انت عايز تحطه في اي مكان بقى، فانت بقى تيجي هنا، دي المده مثلا بتاعت اللي انا بتكلم فيها، انا عاوز ابدا هنا ويخلص هنا مثلا، او اللي هو هنا كده. طب عايز انقله من هنا خالص، اثبت ايدي عليه قلت يا باشا هنا برضه يظهر اهو، اختفى معايا. يجي التاني يظهر هنا يختفي، مدته طويله، اثر يا باشا الوقت اللي انت عايزه. بس ده لو عايز اضيف مثلا صوره، او عايز اضيف اي حاجه موجوده معايا في صوري، وادوس على علامه صح، خلص الموضوع. طب مثلا بقى لو عايز اكتب حاجه مثلا، يعني اجي هنا كده وانا بقول مثلا ايه، وانا بقلب كتير مثلا، اجي على النص هنا كده واكتب اللي انا عايزه. يا عم هكتب لك لا، ادوس على مثلا هنا بقى، تعالى كده عاوز مثلا ايه، توسع الخط، ضيق الخط هنا مثلا، الحرف اللي انت عايزه بالطريقه مثلا اللي هو الخط بتاعك ده، اللون بقى اللون الاحمر. طب عايز احطها برواز كده، لا كده واظبط عليها. تعالى يا باشا ادوس على علامه صح، ونفس النظام بالظبط. هيجي بقى في المكان اللي انا عايزه، واجي هنا على الشريط الوقت اللي انا عايزه هظبط عليه، هحرك كده واشغل الفيديو وانا بقلب كتير. واجي عند اول حاجه اهو، وانا بقلب كتير قوي دي انا عايزه تخلص هنا، اروح جايب دي كده واروح قافل، خلص يا باشا. تيجي هنا
صور بس اختفت معايا. تيجي هنا دي هتظهر مثلا وتختفي. اظبط بقى الميعاد اللي انت عايزه. انا زي ما بقول كده بديك الحاجه وانت بقى يا باشا اللي انت عايزه بقى تعمله بقى بمزاجك انت. عيش يا مان. طب انا عاوز ايه تاني بقى؟ ايه اللي ناقصني في البرنامج ده؟ انا اظبط مثلا اضاءه الصوره. طب تعالى مثلا ايه، هتلاقي فلتر مكتوب هنا. في فلاتر بقى جاهزه بصراحه ما انصحك، مش هتيجي معاك، وفي كتير مش فري، فانا ايه سيبك من ده كله. تيجي انت بقى على ايه هنا برضو ايه، تيجي برضو في حاجه هنا تاثيرات برضو، لو عايز تحط تاثير مثلا تقرب زوم كده ماشي، عاوز يخلص بدري تحدد في الزوم، عاوز يجي حد فين، لان عاوز الزوم يخلص هنا كده واروح طب تعالى كده نجرب اهو. تعالى اقول لك بس دقيقة طب شفت بقى هنا يفتح لك قائمه تاني، عاوز يبدا فين ويخلص فين اهو. في اقل من دقيقة. تعالى اقول لك بس عاوز يخلص هنا، يجيب نفس النظام راح قافل هنا كده. بس يا باشا هيجي هنا دقيقة. تعالى اقول لك طب تعالى اعمل تعديل تاني اهو. انا عاوزه قليل، لا خالص كده تمام، علامه صح اهو. في اقل من دقيقة. تعالى اقول لك عايز اقول لك ان الموضوع سهل خالص. البرنامج ده فعلا احترافي جدا، قدام ان هو سهل خالص، عربي كل حاجه فيه سهله، مكتوب مثلا عندك بالعربي حاجه بسيطه خالص على فلتر هنا. انا بقى اظبط بقى الوان الصوره اللي انا عاوزها بقى. خلي بالك برضو علامه صح اللي هنا لو عايز تضيف الايه التاثير بتاعك على فيديو واحد بس اللي انا واقف عليه. علامتين الصح لو عايز تضيفهم على كل الفيديوهات اللي احنا مقطعينها. فاحنا كل اللي هنعمله ايه، هنيجي هنا نظبط، كل اللي هنعمله هنيجي هنا نظبط اضاءه الصوره. يعني انا هنا كده ظبطت الاضاءه، قللت الاضاءه، انا مثلا ايه هسيبها على سنه كده. هلا يا باشا معايا كده زي ما عودتك شمال ويمين. انا مش هقول لك تعمل ايه، انا هديك الحاجه وانت شمال يمين تشوف الفيديو معاك هيجي ايه. هنا الاصفر سنه ماشي تمام يا باشا، تمام يا باشا. تعالى كده كده شايف التشبع هنا، لو زودته لو قللت هزود التشبع معانا شويه. هنا طبعا انت لو بتستخدم برنامج لايت روم او اي برنامج لتعديل الصور فانت هتعرف تظبط الكيرف هنا. فالكيرف انت بقى تظبط ايه على حسب صورتك كده. طبعا في الوان هنا في الكيرف، الاحمر الاخضر الازرق. انا هختار مثلا اللون الازرق، عايز ايه اغمقه سنه كده. شايف قبل وبعد في حته كده في الفيديو، زود حاجه بسيطه. الظل شايف انت هنا، لا احنا نقلل الظل شويه، تملي الظل كده. هنا بقى كل لون هتلعب فيه بايدك. شايف احنا مثلا اختار اللون الازرق عشان هو اللي في الخلفيه وكده. عايز اضيف لون كده سنه بسيطه، اللون الاخضر اقلله سنه زي تشبه كده، اللون الاصفر لون البشره بس. وتعالى هنا كده، وهنا بقى لو عاوز الاطار من فوق غامق سنه كده، شايف كده من فوق تحدد عليا كده عشان نزود الحدة. النغماشة كده في الصورة لا مش هنزودها. هنا زي ما قلت لك بقى هنا علامة صح هضيفها على الفيديو ده بس، علامتين الصح يعني انت هتضيف على كل الفيديوهات، انا هضيف على كل الفيديوهات يا باشا كده، هتضيف على كل الفيديوهات. طب عايزين نشوف قبل وبعد، شايف كده اهو قبل بعد، شايف. وانا بقلب كتير قوي لقيت عندي صور والسحابة كلها سادة، فقلت اعمل ايه، لازم ادور على برنامج ازاي اضيف سحابة في اقل من دقيقة. يا باشا شايف انت شايف تعديلات صغيرين خالص فرقوا معاك في الصورة بتاع الفيديو اهو قبل بعد. مية مية يا باشا. انا مش محتاج حاجة تاني من البرنامج. محتاج ايه، كل اللي محتاجه ان انا اقص الفيديو المكانات اللي بقف فيها اقصها ماشي وامسحها ديليت على طول. هنا بقى هديك بقى اوبشن بقى جميل قوي، لو عايز بقى تشيل الضوضاء بتاع الصوت مثلا، لو في ايه بقى وش او اي حاجة ادوس هنا بقى على الصوت ماشي اهو، انخفاض الضوضاء ادوس عليها بس خلاص يا باشا. ادوس على علامتين الصح. تعال نشوف كده. بقلب كتير قوي لقيت عندي صور سامع انا قرب للمايك التليفون كده. بقلب كتير قوي لقيت عندي صور والسحابة كلها سادة. طب انا بقى ايه هرجع الخطوة تاني. وانا بقلب كتير قوي لقيت عندي صور والسحابة كلها سادة، فقلت في زنة في الصوت وفي وش كده اللي هو ايه النويز. طب انا ايه هرجع تاني للخطوة بتاعتي. بقلب كتير قوي لقيت عندي صور والسحابة. طب عاوز اعلي الصوت سنة عشان احس ان الصوت واطي. طب تعالى يا باشا اهو زي برضه ادوس على حجم الصوت، صور والسحابة كلها سادة، فقلت اعمل الكلمة بقى التانية بقى استخراج الصوت. لو انا عايز استخرج الصوت اظبط الصوت مثلا اهو استخراج الصوت. اديني يا باشا استخرجت الصوت كده، الصوت استخرج مع الفيديو على بس على فيديو واحد تمام. جيبهولك تاني استخراج الصوت، استخراج الصوت اهو على الفيديو اللي انا واقف عليه. عاوز بقى نفس النظام زي ما قلت لك بالظبط اهو،
هتدوس على تعديل الصوت، لقيت عندي صور والسحابة تعلي كلها سادة، توطي فقلت الصوت. أعمل هو ما إيه؟ بيديكش حاجات لازم كتير، هو كل اللي بيديك هنا في البرنامج انك تشيل الضوضاء بس اللي موجوده في الصوت، وانك ايه تعلي الصوت او توطي الصوت. هو ما بيديكش الا الاوبشنين دول بس، الاوبشنين دول حلوين قوي 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 كتليفون. واجي هنا كده وافتح الضوضاء بس بتاع الصوت، واجي هنا كده يا باشا. وانا بقلب كتير قوي لقيت عندي صور والسحابه كلها ساده، فقلت اعمل ايه؟ لازم ادور على برنامج ازاي اضيف سحابه في اقل من دقيقه. تعال اقول لك. بس يا باشا انا ايه شرحت لك ايه 4 5 مميزات في البرنامج، هو ده اللي انت محتاجه عشان تعمل فيديو. يعني انا مثلا دلوقتي بصور بالتليفون زي ما قلت لك، انا عايز اعمل ايديت بالتليفون كده حاجه بسيطه على الفيديو، واقطع المكانات اللي انا بايه كلنا بنغلط. انا عايز اقول لك الفيديو ده عشان يوصل لك انا قعدت ساعتين 3 4 اقطع الحاجات اللي انا غلطان فيها، فكلنا بنغلط في الفيديو. فانا بديك بقى ايه حاجه سريعه قوي من تليفونك، يعني في الشغل في اي حته، بدل ما اخد معايا لابتوب او كمبيوتر بتاعك وان شوت يا باشا على طول. ولو وصلت لاخر الفيديو فما تنساش كالعاده تعمل لنا لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم.